بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم أنا محدثكم الدكتور سفيان عباس في حلقة جديدة من برنامج القانون والمجتمع. أعزائي، كالعادة استقبل آراءكم ومشاركاتكم ومداخلاتكم واستفساراتكم على الإيميل اللي يظهر أسفل الشاشة تبعا. أعزائي، رحبوا معي بضيفي بالأستاذ الدكتور شورش حسن، أستاذ القانون الدستوري في جامعة السليمانية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أستاذ العزيز. أعزائي، عندما الدول الكبرى والعديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنتهك مبادئ وأهداف القانون الدولي، يعني هذا أن البشرية دخلت في مرحلة شريعة الغاب. ضمن هذه القاعدة القانونية في القانون الدولي سوف أتحاور مع ضيفي في موضوع انتهاكات الدول لمبادئ القانون الدولي. أهلا بك مرة أخرى دكتورنا العزيز. شكرا. دكتورنا، هل لك من تسليط الضوء على أهم أهداف ومبادئ القانون الدولي اللي تتعلق عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول، أو استخدام القوة في فض المنازعات، أو انتهاك سيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؟ شكرا لك وتحية للمشاهدين الكرام. بالنسبة للمواثيق الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية التي نشأت نتيجة لحروب وصدامات بين الدول، سيما دول القارة الأوروبية في القرن التاسع عشر، ثم على أثر الحرب العالمية الأولى نشأت عصبة الأمم، ومن ثم وضعوا عهد العصبة الذي بموجبه كان تمنع الحروب، لكن العهد العصبة فشلت في إنجاز مهامها، لأنه اندلعت الحرب العالمية الثانية نتيجة تدخل الجيش النازي في دول مجاورة لألمانيا، فبذلك انتهت العهد العصبة وبدأت الحرب العالمية الثانية. لكن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حاولوا الدول المنتصرة في الحرب بأن لا تتكرر تجربة الحرب العالمية الأولى والثانية، فقاموا بإنشاء منظمة أمم متحدة، ومن ثم وضعوا ميثاق لهذه المنظمة، ميثاق أمم متحدة التي تنظم العلاقات بين الدول على أساس تحقيق سلم والأمن الدولي. من أحدى مقاصد الأساسية للأمم المتحدة هو تحقيق سلم والأمن الدولي، بعيدا عن استعمال القوة وعن التدخل في شؤون الداخلية للدول. مهما كان هناك نزاعات يجب سلوك طرق السلمية بداية لحل تلك النزاعات كالوساطة والتحكيم والتوفيق وهذه المسائل، ومن ثم التسوية القضائية. وفي حالة عدم أهمية تلك الوسائل لحل النزاع يمكن اللجوء إلى وسائل أخرى من قبل هيئات الأمم المتحدة التي متمثلة بمجلس الأمن، التي بإمكان هذه الهيئة إصدار قرارات لحسم أي نزاع في عالم بين الدول متنازعة. نعم، عفوا. إذن كيف تفسر أنه دولة عضو في الأمم المتحدة تدخل قوات مسلحة على دولة أخرى وتنتهك سيادتها واستقلالها الداخلي وفي ظل سكوت الأمم المتحدة؟ يعني ميثاق الأمم المتحدة اللي تفضلت به في الفصل السادس والسابع، السادس يفرض عقوبات على الدولة اللي تنتهك أحكام ومبادئ القانون الدولي وتهدد نظام السلم والأمن الدوليين. إذا كيف تفسر سكوت الأمم المتحدة عن هكذا انتهاكات من دولة عضو تستخدم القوات المسلحة داخل أراضي دولة أخرى؟ مع الأسف يعني ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات الدولية الأخرى المنظمة للعلاقات بين الدول كحال قوانين الداخلية لبعض الدول ليس لها يعني سيادة على جميع الدول. لا، أن معظم الدول العالم لا تحترم ما جاء في مواثيق الدولية، سواء كان في معاهدات الدولية المنظمة وكذلك الأعراف الدولية وميثاق أمم متحدة. لذلك نرى أن هناك دول تخترق بنود ميثاق أمم متحدة ومعاهدات الدولية حسب مصالحها وأهوائها في علاقاتها مع الدول الأخرى، وهذه كانت سيما في فترة حرب الباردة بعد نشوء الأمم المتحدة وفترة حرب باردة. لكنه في فترة
انتهاء حرب الباردة في تسعينات القرن الماضي تمكنت مجلس الأمن، أنجزت كان لها دور مهم في تدخل لبعض للشؤون الداخلية لبعض الدول، مثلا قرار 688 في العراق عندما تدخل العراق وفرض منطقة آمنة لحماية الكرد في العراق من بطش النظام السابق. وكذلك مثلا تدخلها في تيمور الشرقي وفي بوسنا وفي رواندا عندما وضع محكمة جنائية دولية في بوسنا في يوغوسلافيا السابقة، وكذلك في رواندا لمحاكمة مجرمي حرب. لكن بعد نرى مثلا في الألفية الثالثة أن النظام العالمي اختلف، هناك أيضا رجعنا إلى توازن القوى بين المحيط الأمريكي والمحيط الروسي فهناك سكوت دولي عن جرائم. فإذا نرجع إلى الخلف نجد مثلا عندما تم قصف حلبجة أو تم ارتكاب مجازر مثلا أنفال عمليات قصف الحلبجة كانت أمام أنظار العالم، لم تتدخل الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن في هذه المسألة ولا الدول الأخرى المهيمنة على النظام الدولي الجديد. عفوا دكتور، يعني الآن أيضا تعاد نفس الجرائم حق الكرد في شمال شرق سوريا، ونرى أيضا الأمم المتحدة تلتزم الصمت حتى دون استنكار، مع أنه تركيا دولة عضو في الأمم المتحدة يفترض أن تحترم مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهذا أيضا ينسحب على الجرائم اللي وقعتها حق الكرد من قبل النظام السابق، هاي الأنفال وهذا يعني لا المجلس الأمن يتحرك ولا المحكمة الجنائية الدولية تحركت، مع أنه هنالك 182 ألف ضحية من الكرد. إذا ماذا ترى حضرتك كيف نفعل ميثاق الأمم المتحدة؟ وميثاق الأمم المتحدة يحتاج إلى تعديل، إلى تغيير، سيما فيما يتعلق بتركيبة مجلس الأمن وتصويت في مجلس الأمن، لأنه في مسائل مهمة أن التصويت في مجلس الأمن لازم يكون بأصوات أعضاء الدائمين للأمم المتحدة، وهم كل من الاتحاد السوفيتي من روسيا وفرنسا وبريطانيا والصين الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بدون موافقة هؤلاء لا تستطيع مجلس الأمن إصدار أي قرار مهم في مسألة مهمة عندما تحدث على الأرض. لذلك برأيي أن ميثاق الأمم المتحدة في كثير من المواضع يحتاج إلى تعديل، سيما أنه تم وضعها قبل حوالي أكثر من 70 سنة من الآن. يعني هذا الميثاق يحتاج إلى التعديل. أن تعامل المجتمع الدولي بسياسة كيل بمكيالين تجاه ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات، هذا هو المشكلة. سيما احنا رجعنا لمرحلة توازن القوى، لمرحلة توازن القوى بين الدول المهيمنة، مثلا روسيا والأمريكا كانت في فترة تسعينات القرن الماضي إلى أوائل هذا القرن كانت الولايات المتحدة هي المهيمنة على السياسة الدولية، فتدخل عن مجلس الأمن عن طريق هذه الهيمنة في بعض الدول عندما تم انتهاك حقوق الإنسان فيها. فمثلا عندما تم انتهاك حقوق الإنسان في ثمانينات القرن الماضي في العراق لم تتدخل الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن، والآن نفس المشهد تم تكرارها من قبل مثلا النظام التركي عندما تدخل في أراضي دولة صاحبة السيادة مجاورة لها، مثلا سوريا هي دولة صاحبة السيادة، وعلما أن ميثاق الأمم المتحدة يقول كل الدول متساوية في الحقوق والواجبات في حماية سيادتها. عفوا دكتور، يعني يرى بعض فقهاء القانون الدولي بأنه مصالح الدول الكبرى وتحديدا روسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا قد خضعت إلى المصالح، يعني انتهاك القانون الدولي، مبادئ القانون الدولي أو تهديد نظام السلم والأمن الدوليين خضع إلى تجاذبات مصالح الدول الكبرى. هل تتفق مع هذا الرأي؟ أنا أتفق مع هذا الرأي أن مصالح الدول الكبرى فوق حماية حقوق وحريات وحقوق الإنسان في بقاع العالم. مع الأسف يعني أن حقوق الإنسان في كثير من بقاع العالم أصبحت ضحية لمصالح دول الكبرى، وإلا كل هذه المجازر، وليس في سوريا، في دول أخرى مثلا في القرن الأفريقي، في آسيا تحدث جرائم
جرائم يعني إبادة جماعية بحق حقوق الإنسان، بحق البشر، ولكن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا. نعم. لا يتحرك بشيء تجاه وقف تلك المجازر، سيما مثلا في سوريا. الآن أن سوريا دولة مستقلة، بأي ذريعة تتدخل تركيا في شؤون الداخلية لهذه الدولة؟ إذا تركيا عفوا تحاول دكتور، يعني خبراء القانون الجنائي الدولي يتساءلون: تركيا ارتكبت جرائم قتل على الساحة السورية أو في كردستان سوريا، عشرات من القتلى. يتساءل هؤلاء الفقهاء: إذن أين المحكمة الجنائية الدولية من هذه الجرائم؟ يعتبر القتل جريمة ضد الإنسانية. يعني تساؤلنا احنا أيضا نتفق مع تساؤل الخبراء في القانون الدولي، يعني ليست قتل فحسب، وإنما تدمير ممتلكات وخطف أشخاص، هاي كلها وفق القانون الجنائي الدولي تعتبر، وحتى النظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية تعتبر جرائم ضد الإنسانية. طيب، إذا كانت هكذا جرائم تقع على الساحة الدولية ومجلس الأمن هو جهاز تنفيذي، سؤال يطرح نفسه: أين مجلس الأمن إزاء تلك الجرائم؟ مع الأسف المجلس الأمن لم يتحرك تجاه المجازر الذي يحدث في سوريا من قبل النظام التركي، وكذلك في بقاع أخرى من العالم. وإلا أن ما تقوم به تركيا الآن هي جميع تصرفات تدخل في نطاق جريمة إبادة جماعية، اللي تتضمن جرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان وجريمة الحرب. كل هذه الجرائم ارتكبتها تركيا في شمال سوريا، في سوريا، لكن المجتمع الدولي ظل ساكنا ولم يتحرك حتى لوقف تلك الاعتداءات. هناك اتفاقيات وراء الكواليس بين الدول الكبرى، وهذه الاتفاقيات أيضا اللعب على مصالح المنطقة. عفوا دكتور، يعني أكو سابقة في التاريخ المعاصر، روسيا عندما دخلت الأراضي الأوكرانية الدول الكبرى فرضوا عقوبات صارمة على تركيا، عفوا على روسيا. أين هم الآن من الوضع في سوريا؟ الدول الكبرى تدخلوا لمحاكمة مجرمي حرب في يوغوسلافيا، في رواندا، وكذلك مثلا في مناطق أخرى، لكنه أزاء النظام التركي، أزاء الجرائم التي ترتكبها تركيا هم ساكتين، لم يتحركوا لحد الآن. وهذه ليست المرة الأولى، يعني منذ اندلاع الوضع في سوريا منذ عام 2011 لحد الآن أن تركيا تتدخل بشتى وسائل في شؤون الداخلية للدولة جارة سوريا، وهذه تعتبر جريمة عدوان، يعني وفق الميثاق الأمم المتحدة. هذا التدخل سافر لا يسمح به ميثاق الأمم المتحدة. أين مجلس الأمن في هذه الانتهاكات؟ إذا كانت سوريا لديها مشاكل داخلية فليس من حق سوريا أن تدخل بأي شكل من الأشكال، لكن هذه مع الأسف الآن الدول المنطقة استغلوا الوضع الضعيف لسوريا وكذلك العراق، فيتدخلون تارة سواء عن طريق قوات الجوية أو قوات البرية، يتدخلون وينتهكون سيادة العراق أو سوريا بدون أي مبرر، بدون أي ذريعة. إذا كانت دولة عفوا دكتور، أكمل هذا الحديث الحيوي إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل وأعود. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. أعود إلى ضيفي الأستاذ الدكتور شورش حسن، أستاذ القانون الدستوري في جامعة السليمانية. عفوا دكتور، يعني الكثير أيضا من خبراء وفقهاء القانون الدولي يقولون أنه هنالك دول تشكل ميليشيات من رعايا الدولة معنية أو دولة معينة، وتدخل وتدعم هذه الميليشيات، طبعا انتهاك خطير للقانون الدولي واحتيال على مبادئ وأهداف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. هل تتفق مع هؤلاء الخبراء كما حصلت في روسيا في أوكرانيا، والآن في الشرق الأوسط إيران تدخل ميليشيات من رعاياها ومتابعين لها أو من المؤمنين بعقيدتها؟
لغرض زعزعة الأمن والاستقرار الدولي، طبعا في ظل غياب الأمم المتحدة على الساحة الدولية. بل هو الأمم المتحدة يعني ساكتة عن كل هذه التدخلات السافرة، سواء كانت هذه التدخلات مباشرة أو غير مباشرة، تدخلات سياسية وعسكرية عن طريق صنع ميليشيات، خلق ميليشيات على أراضي دول أخرى. فإن هذه الدول يعني اللي تتدخل مثلا سيما في منطقة الشرق الأوسط استغل ضعف السلطة المركزية في تلك الدول، لأن أركان الدولة هي الشعب والإقليم والسلطة السياسية، لكن السلطة السياسية مع الأسف مثلا في كل من سوريا ولبنان وفي العراق ضعيفة، وحتى في اليمن ضعيفة. لذلك ترى مثلا تتدخل تلك الدول بخلق ميليشيات. إذا كانت السلطة المركزية مهيمنة وقوية لا تسمح بظهور أي وجود للميليشيات على أراضيها، لكن نرى مثلا اليوم السلطة العراقية ضعيفة، عدد من الميليشيات موجودة على عرض الألم، وهذه خطر على مستقبل سيادة الدولة العراقية أو دولة السورية أو دولة اللبنانية. وهذه هي مشكلة التي نتجت في هذه الدول منذ عشرات تقريبا أكثر من عقدين من الزمن، في سواء في العراق أو في لبنان أو في سوريا أو في اليمن. وهذه مشكلة تمس سيادة الدولة، لأن سلطة الدولة مفروض أن تهيمن على كل إقليم الدولة، ولا تسمح بظهور أي قوة أخرى سواء كانت قوة منظمة أو غير منظمة، لأنه في هذه الحالة يصبح نزاع بين السلطة المركزية وهذه السلطة. فأما أن يؤدي إلى تغلب السلطة المركزية على الأخرى أو يؤدي إلى تفكك الدولة. عفوا دكتور، إذا كيف تفسر هنالك قرارات صادرة عن مجلس الأمن خاصة بالميليشيات اللبنانية دعاها إلى تسليم أسلحتها الثقيلة إلى الحكومة وحل هذه الميليشيات؟ مضى على هذا القرار أكثر من 5 سنوات ولم يتم تنفيذه، وكذلك لن تتحرك الأمم المتحدة تجاه دعم قرارها واحترام نفسها بالنسبة للقرارات تصبح حبر على ورق على الساحة الدولية. إذا كيف تفسر هكذا حالات أن هذه الحالات تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. لذلك تجد اليوم منطقة الشرق الأوسط المهددة السلم والأمن الدولي فيها، وهذا الوضع يؤثر ليس على الشرق الأوسط حتى على دول أخرى خارج منطقة الشرق الأوسط، سواء كانت دول أوروبية أو دول أفريقية أو دول أو القارة الأمريكية. مستقبلا يكون له تأثير، لكن مجلس الأمن الممثل الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة ساكتة عن كل هذه التدخلات السافرة. مع الأسف أن ميثاق الأمم المتحدة لا تحترم من قبل تلك الدول التي دول المهيمنة، دول الرئيسية الأعضاء في الأمم المتحدة، لأن دول الرئيسية الأعضاء يركضون وراء مصالحهم قبل أن يركضون أو يسعون إلى تحقيق مصالح المجتمع الدولي المتمثلة بتحقيق السلم والأمن الدولي. فنجد أن النزاعات والحروب والاضطرابات مستمرة في هذه المنطقة الشرق الأوسط وفي أفريقيا وفي مناطق أخرى في آسيا، لكن المجتمع الدولي ساكتة منذ أكثر من عقدين من الزمن، وهذا خطر على المجتمع الدولي. لذلك أن المجتمع الدولي المتمثل بمجلس الأمن إذا تبقى على هذه الحال فإن يعني أن مجلس الأمن والأمم المتحدة عاجزة عن حل النزاعات. مجتمع هيئة غير كفؤة لا تمثل طموح المجتمع الدولي. لذلك يحتاج إلى تعديل سواء كانت في هيكلية المنظمة أو في ميثاقها. نعم. عفوا دكتور، يعني طرحت حضرتك موضوع الممثلين وضحايا حلبجة والبرزانيين، وهنالك أيضا الفيليين والأزيديين، بلغ عديد الضحايا أكثر من 180 ألف. كيف السبيل إلى إسعاف أو مساعدة أو جبر ضرر هؤلاء ذوي الضحايا؟ يعني هل يستطيع إقليم كردستان يطرق باب المحكمة الجنائية الدولية أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن الحكومة العراقية تعمدت على عدم تعويضهم، مع أن وجود المادة 132 من الدستور العراقي تتحدث عن تكفل الدولة تعويض ضحايا
ذوي ضحايا النظام السابق أو من إجراء ممارسات تعسفية للنظام السابق، لكن لحد الآن لم تعوض ولا ضحية واحدة. اثنين، الحكومة المركزية شرعت قانون رفحاء واستثنت الكرد. إذا كيف السبيل لهذا العدد الضخم؟ كيف نسعفه؟ كيف نساعده؟ كيف يحصل على حقوقه القانونية؟ هو ما حدث في أثناء النظام السابق من الممارسات القمعية ونتجت عنها ضحايا كثيرة في كل الفئات وشرائح المجتمع الكردستاني في إقليم كردستان، سواء كانت عمليات الأنفال أو قصف حلبجة أو إبادة يزيديين، وهذه كلها اعترفت بها البرلمان العراقي بأنه يعتبر جريمة إبادة جماعية. صدر قرار من البرلمان العراقي يتصور بأنه من يعتبر ارتكب بحق الكرد جريمة إبادة جماعية، لكن كل جريمة يحتاج إلى دفع ضرر عنه، تعويض، يحتاج إلى دفع تعويض. لكن الحكومة العراقية لحد الآن، الحكومة الفيدرالية ساكتة، لم تتحرك تجاه هذه المسألة، وكما لم تتحرك تجاه المسائل الأخرى الضرورية لتحقيق استقلال الذاتي لإقليم كردستان، منها تحديد حدود إقليم كردستان مع الحكومة الفيدرالية المتعلقة بتطبيق مادة 140. هذه مسؤولية الدولة، مسؤولية الحكومة الفيدرالية العراقية. فعلى حكومة إقليم كردستان مطالبة الحكومة الفيدرالية العراقية سواء في محكمة الاتحادية وفق مواد الدستور، لأن الدستور العراقي وضع لمسح الممارسات القمعية للنظام السابق. عفوا دكتور، يعني يرى طبعا خبراء القانون الدستوري أنه ضرورة تضمين مشروع دستور كردستان بموضوع تعويضات ذوي الضحايا، لكي يتمكن برلمان كردستان مستقبلا تشريع قانون ويلزم حكومة إقليم كردستان بتنفيذه تجاه الحكومة المركزية أو المطالبة بالتعويضات من الجهات الدولية. المهم يسلكون كل الطرق من أجل جبر ضرر هؤلاء الضحايا. تتفق مع هكذا آراء من خبراء القانون الدستوري؟ أنا برأيي يعني ما طول الدستور قرر تعويض الضحايا في كل شرائح المجتمع العراقي، واحنا أن مسألة نسبة الضحايا في إقليم كردستان أكثر من بقية المناطق العراق، فمن المسؤولية الحكومة الاتحادية ومن مسؤولية مجلس النواب إصدار قانون بهذا الخصوص على ضوء مادة 132 من الدستور، وعلى ضوء ديباجة الدستور العراقي، وعلى ضوء بعض المبادئ الأخرى، النصوص الأخرى الواردة في الدستور العراقي تؤكد على هذه المسألة، تؤكد على ضمان حقوق الحريات. فصدور قانون في حكومة الاتحادية تكون مسؤولية الحكومة الاتحادية تنفيذ هذا القانون، لأن حكومة إقليم كردستان ليست مسؤولة عن تنفيذ هذه المسألة، عن دفع تعويض عن هذه الأضرار. لم ترتكب حكومة إقليم كردستان حتى يصدر قانون في إقليم كردستان أو يتضمن دستور إقليم كردستان، لكن بإمكان دستور إقليم كردستان عندما يصدر أن يتضمن نصا بضرورة دفع تعويض لضحايا الجرائم المرتكبة في أثناء النظام السابق، استنادا إلى مادة 132 من الدستور وديباج الدستور العراقي. عفوا دكتور، يعني لا أمل من الحكومة المركزية ولا من مجلس النواب العراقي في تعويض ذوي ضحايا الكرد، بدليل قانون رفحاء سابقة كان استثنى الكرد. إذن لا توجد نوايا ولا إرادة سياسية في تعويض ذوي ضحايا الكرد. القصد الخبراء عندما يعني يتضمن دستور إقليم كردستان نص أو مادة خاصة بتعويضات ذوي الضحايا لا يعنون أنه يؤخذ من الحكومة إقليم كردستان، وإنما يتم تنفيذه سواء مع الحكومة المركزية أو مع الجهات الدولية. أكو سابق موضوع تعويضات الكويت، بإمكان أن أيضا مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو الأمم المتحدة تشرك الكرد مع تعويضات الكويت، يعني بضعة آلاف ضحايا الكويت، مو يعني 182 ألف. يعني هناك بعض الفقهاء يطرحون بإمكان أن تكون هنالك قسمة غرماء.
وما طول احنا اتفقنا على بناء دولة فيدرالية يجب حل كل المشاكل داخل إطار الدولة العراقية، فهي مسؤولية الحكومة الفيدرالية العراقية، لكن الحكومة الفيدرالية العراقية يكيل بمكيالين تجاه مسائل المتعلقة في العراق. مثلا جنابك ذكرت مثلا جماعة الرفعاء تم تعويضهم، صح ولا لا؟ واستثنوا الكل. ومثلا تنظيم حشد الشعبي صار ضمن القوات المسلحة، نعم. صح، وفق القانون، صدر لهم قانون، لكن قوات البيشمركة لحد الآن لم يصدر قانون اتحادي بتنظيمهم بشكل قانوني. هذه يعني سياسة الكيل بالمكيالين من قبل الحكومة الاتحادية. لذلك من الضروري على جانب الكردي التأكيد والمطالبة والإصرار من الحكومة الاتحادية لتنفيذ تلك التعهدات الواقعة على عاتق الحكومة الاتحادية، سواء فيما يتعلق بتنظيم القانوني للبيشمركة لقوات الأمن الداخلي في إقليم كردستان، بيشمركة وقوات الأمن الداخلي من الناحية القانونية وفق بحيث يتخذ شكلا رسميا قانونيا، وكذلك فيما يخص تعويض الضحايا، ضحايا الأنفال أو ضحايا حلبجة أو مناطق أخرى في إقليم كردستان والعراق وفق قانون اتحادي، وأن تلتزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ مضمون هذا القانون، وأن في حالة صدور دستور لإقليم كردستان، وضع دستور لإقليم كردستان، من المفروض أن يتضمن نصا مهما يتعلق بهذه المسألة على ضوء مادة 132 من الدستور وديباجة الدستور، وكذلك أن يتضمن نصوص أخرى ليحدد مستقبل هذا الإقليم الفيدرالي في العراق نحو تجسيد أكثر الاستقلال الذاتي لهذا الإقليم، ومن ثم المشاركة الذاتية لهذا الإقليم في الحكومة المركزية. لكن مع الأسف لأن لحد الآن بعد تجربة أكثر من 15 سنة من عمر الحكومة الفيدرالية في العراق، إن مبادئ الأساسية للدولة الفيدرالية في العراق لم تتجسد على أرض الواقع، سواء كانت مبدأ استقلال الذاتي للإقليم أو مبدأ مشاركة الإقليم في حكومة الاتحادية. وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء أيضا. مضت 15 عاما على نفاذ الدستور دون أن يعوض ذوي الضحايا الكرد، بمعنى أنه إلى متى ينتظر هؤلاء الضحايا ذوي الضحايا. ولهذا اقترحوا أيضا في آراء أخرى ضرورة تدويل موضوع جبر الضرر لضحايا الكرد أمام الأمم المتحدة، خصوصا صدر قرار 2470 قبل مدة تدخلت الأمم المتحدة بشأن المناطق المتنازع عليها. إذن بالإمكان استحصال قرار آخر لجبر ضرر بقسمة الغرماء مع الدين الكويتي. صحيح، لأن احنا عندنا مثلا أسس قانونية بهذا الخصوص. مثلا تدخل الأمم المتحدة في العراق عام 91 وصدر قرار 688 ممرات الإنسانية. مرات هذه يعتبر أساس القانوني الذي يمكن الكرد جانب الكردي يطالب من خلالها من المجتمع الدولي لتعويض الضحايا. سواء كان المجتمع الدولي يشتكي يقيم الدعوة جانب الكردي في مثلا محكمة جنائية دولية اليوم موجودة، وما ارتكب في الإقليم كردستان كله يعتبر جريمة إبادة جماعية، وجريمة إبادة جماعية يعتبر من اختصاص النوعي لمحكمة جنائية دولية. في إمكان اللجوء إلى محكمة جنائية دولية ومن ثم اللجوء إلى مجلس الأمن، كما نجد مثلا أن الأكراد في سوريا لجأوا في أونة الأخيرة إلى المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لعرض فضائح وجرائم الإبادة الجماعية التي قامت بها تركيا ضدهم، وأن المجتمع الدولي نوعا ما قد استجابت على الأقل. يعني شعوب هذه المجتمعات أصبحت لها موقفا بالضد من الجرائم التي قامت بها تركيا. نعم. إذا نتفق أنه ضرورة تدويل مثل هكذا قضايا لأن طابعها جرائم دولية، لابد الأمم المتحدة أن تتخذ قرار في شأن جبر ضرر الضحايا الكرد. أعود لك إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل وأعود. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. أعود إلى ضيفي الأستاذ الدكتور
شورش حسن. دكتورنا العزيز، البرنامج اعتاد يخاطب مجموعة من المتخصصين في فقه القوانين الدولية والدساتير، ويتلقى منهم الرسائل حول موضوع الحلقة. إذا اسمح لي أقرأ رسالة الدكتور حسين كمال، أستاذ القانون الدولي العام، متخصص في ميثاق الأمم المتحدة، المقيم خارج العراق. يقول أن مصالح الدول الكبرى وسياساتها العدوانية قد حجمت الأمم المتحدة وميثاقها، وأصبحت هي من يهدد نظام السلم والأمن الدوليين. أن المصالح باتت أهم من القانون الدولي بكل معاهداته ومواثيقه وعهوده. أستطيع القول أن شعوب الأرض تعيش شريعة غاب الآن. يقول أيضا أن العدوان دول الجوار العراقي على الأراضي العراقية أو السورية يدخل ضمن تجاذبات مصالح الدول الكبرى. أنني أرى أن المعايير الواردة في ميثاق الأمم المتحدة أصبحت حبرا على ورق. كيف تجيب على رسالة الدكتور حسين؟ والله أنا أتفق مع مضمون هذه الرسالة يعني إلى درجة كبيرة، لأنه هذا ما هو الواقع الحال في المجتمع الدولي، وسيما في منطقتنا الشرق الأوسط، وفي مثلا دولتنا العراق وسوريا وهذه المنطقة. هذا هو واقع الحال مع الأسف، أن المجتمع الدولي يعني لم تبقى فيه قانون تحكم هذا المجتمع، تحكم هذا. لذلك عندما لم تبقى هناك قانون، سواء كانت في نطاق الداخلي للدول أو في نطاق الدولي، فيستصبح المجتمع خاضعا لشريعة الغاب، للفوضى، ولمجتمع بلا قانون في ظل فوضى ومصالح القوى الكبار، سواء كانت هذه الكبار أشخاص أم دول. نعم، شكرا دكتور. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقة هذا اليوم من البرنامج. شكر جزيل إلى ضيفي الدكتور شورش حسن، أستاذ القانون الدستوري في جامعة السليمانية، وشكر موصول إلى الدكتور حسين كمال. ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وإلى اللقاء. شكرا دكتور.